بكم. تفاعل المغردون في الإمارات مع تغريدات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإطلاقه أمس خطط تطوير منطقة حتى لل10 سنوات القادمة، مدشنين هاشتاغاً خاصاً بالحدث. منطقة حتى لديها الطبيعة المميزة التي ستمكنها أن تكون أجمل وجهة سياحية في دبي، بالأخص لعشاق الطبيعة. إماراتياً أيضاً نشر حساب تويتر الرسمي لأخبار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تغريدة عن حفل إطلاق عام الثقافة الإماراتية البريطانية 2017 الذي شهده الشيخ محمد بن زايد وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز في قلعة الجاهلي في العين أمس. كما غرد الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية بمقطع من الحفل. وعربياً المغردون يتضامنون مع إخوانهم المصريين ضد الحملة الإخوانية المنادية بثورة في 11 من نوفمبر الجاري، متفاعلين عبر هاشتاغات مصرية بعنوان بلدي خط أحمر وثورة 11 نوفمبر كفاية فوضى. لا تحل مشاكل دولة بالفوضى. الاستقرار هو الحل الأمثل لجميع المشاكل الاقتصادية والسياسية. وعالمياً وتزامناً مع بدء الانتخابات الأمريكية اليوم، يتصدر تويتر العالمي هاشتاغ أمريكي بعنوان I'm voting because أنا أنتخب لأن، عاكساً حجم تباين وجهات نظر الأمريكيين حول المرشحين للرئاسة هيلاري كلينتون ودونالد ترامب. ليغرد ترامب مع بداية الانتخابات قائلاً: اليوم سوف نفوز بالولاية العظيمة ميشيغان، وسوف نفوز مجدداً بالبيت الأبيض. أما المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون فغردت: في أمريكا نبني الجسور وليس الجدران. دعونا نثبت أن الحب يغلب الكراهية. وأخيراً صورة الفتى الفلسطيني أحمد مناصر تغزو تويتر، الطفل الذي تعرض العام الماضي لرصاصات الاحتلال الغادر والدعس والتعنيف وهو ينزف أرضاً بدعوى أنه كان ينوي القيام بعملية طعن ضد أحد المستوطنين، لتنتشر صورته اليوم وهو في طريقه إلى سجون الاحتلال لمدة 12 عاماً بعد حكم المحكمة المركزية الإسرائيلية عليه أمس. إسرائيل تحكم على الطفل أحمد مناصر بالسجن 12 عاماً. كم هي سخيفة أعمارنا يا أحمد؟ قد مات ذلك الطفل فيك وكبرت سريعاً. أرى أسداً لا طفلاً 12 عاماً وتصبح مدرباً بارعاً للرجولة. كل هذه الكاميرات في الخلفية لن تشعرنا بما يشعر به الطفل أحمد مناصر وهو محاط بمخابرات الاحتلال ينقلونه إلى زنزانته الصغيرة ليسجن 12 عاماً.